السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير. بصوا بقى، انا جايلكم النهارده بوصفه كده من الاخر، حاجه كده ملهاش حل. كلنا عارفين ان اصعب حاجه في تنظيف البوتاجاز هي الكواش بتاعته. جربنا وصفات كتير جدا جدا وفي الاخر ما بتفلحش معانا بصراحه، وبالذات لما بتكون كوش البوتاجاز زي بتاعتي كده نحاس. يعني على فكره من النوادر اصلا لما يكون في كوشه بتاع البوتاجاز كلها كده نحاس، يعني من فوق نحاس ومن تحت زي ما انتم شايفين كده زهر. فدي بصراحة بتوسخ بسرعة وبتبقى صعبة جدا في التنظيف. معظم البوتاجازات من فوق بتبقى صاج كده اسود ومن تحت زهر، لكن ما شاء الله بتاعتي كلها من فوق نحاس ومن تحت زهر. هقول لكم بقى لو في حد زي كده هينضفها بسهوله جدا. اكتشفت الفكره دي ازاي وهقول لكم ازاي. بصوا، من غير اي مجهود ومن غير اي حاجه. شايفين الكوشه اللي جهالي دي بعد ما انا عملت الوصفه، والكوشه دي قبلها. الكوشه اللي نضفت دي كانت اصعب من الكوشه دي، كان شكلها بصراحه اصعب من الكوشه دي. طبعا انا سايبه البوتاجاز يجيب اخره كله عشان انا كمان هعمل وصفه تانية، عشان اعمل الوصفه دي للكوش، وفي نفس الوقت انا هعمل وصفه تانية تنظيف الاسطح. اسطح البوتاجاز، الخلاطات اللي هي الستيل بتاع الحنفيات، بتاع الحوض نفسه بتاع الستيل، السيراميك. هعمل لكم خلطة تانية بقى ان شاء الله في فيديو تاني ملهاش حل برضو للبوتاجاز، سطح البوتاجاز. بس النهاردة الوصفة بتاعتنا لكوش البوتاجاز. بصوا، انا معايا كده حلة فيها يعني ميه، فيها شويه ميه. الحله دي انا ما بستخدمهاش في حاجه، بستخدمها في الحاجات اللي زي دي بس. وشايفين معايا كده نص كوبايه من الكلور. اي نوع كلور، كلوركس ماشي، كلوركس الوان ماشي، كلور عادي. كلور من اللي بيتباع بالكيلو ده ما يضرش، اي نوع كلور ما فيش اي مشكله. معايا كمان ده صابون سايل، اي نوع صابون سايل. ولو مش متوفر صابون السايل، وطبعا هو متوفر في يعني كل بيوتنا فيها صابون، او كل مطبخ عموما يعني بيبقى فيه متوفر فيه اللي هو صابون الفيبا او البريل اي نوع يعني بنستخدمه. مفيش، هنستخدم ايه؟ هنستخدم مسحوق الغسيل اللي هو الاومو البرسيل او الاريال او اي حاجه. معايا كمان ربع كوبايه من الخل. معايا دلوقتي اهم حاجه طبعا، الحاجات المهمه جدا اللي المفروض اصلا المطبخ ما يخلاش منها، دايما تكون موجوده، اللي هو ملح الليمون. ملح الليمون دي من الحاجات اللي بصراحه انا ما بعرفش استغنى عنها ابدا، وبعمل بيه وصفات كتير وما بستغناش عنه، دايما دايما لازم يكون موجود عندي. بحط تقريبا نص معلقه كده من ملح الليمون، وبعد كده هحط اهم حاجه معايا في الوصفه دي، الحاجه بقى اللي هي الاختراع بصراحه. الحاجه اللي انا بصراحه يعني اكتشفتها عن طريق الصدفه، اقول لكم ايه اللي حصل لي. ده الفحم العادي اللي احنا بنشوي بيه فحم، بس انا طحناه. او عموما يعني انت لما بتجيب الفحم في اخر الكيس كده بتلاقي فيه شويه مطحونين كده، بناخدهم نحطهم على الوصفه دي ونقلبها ونشتغل بيها. تمام. مفيش، احنا بنكسر الفحم ونطحنه ونحطه بالمنظر ده. بعد ما خلصت كده انا حط كل الحاجه يعني مع بعضها وقلبتها كويس جدا. احط فيها الكوش كلها بتاعتي واحطها تغلي على النار. تمام. عاوزه اقول لكم ان انا اصلا اكتشفت الفكره دي من خلال انا كان عندي شوايه، الشوايه ديت كانت انا كنت عايزه اشوي، وكان فيها فحم لسه جديد، وللاسف الجو شتا عليه. فانا كنت محتاجه ان انا اشوي، وفي الوقت ده مش لاقي حد يجيب لي فحم. فانا عاوزه انشف الفحم ده باي شكل، فانا جات لي الفكره ان انا ادخله الفرن واشغل عليه الفرن الشوايه من فوق ومن تحت. وسبحان الله انا فعلا عملت كده وهو فعلا نشف. بس اللي انا يعني الفكره في انه انا بعد ما الفحم نشف لقيت الفرن بتاع البوتاجاز كله نضف. ال ال الرواسب اللي فيه كلها بقت عامله زي البودره، يعني اعملها بايدي كده تطلع. سبحان الله، من هنا جت الفكره. طبعا انا هسيب الكوش كده في الوصفه بتاعتي دي تغلي على النار، يعني من حوالي ربع ساعه لتلت ساعه. وكل ما بيكون الكوش يعني شايفاها ما نضفتش لسه او هي عليها رواسب زياده، بسيبها تقعد اطول، يعني اكمل كمان نص ساعه ولا حاجه. شايفين الكوشه دي الكوشه اللي انا كنت ماسكاها في الاول، اللي هي كانت سودا خالص وبايظه دي. شايفين عملت ازاي؟ بتنضف لوحدها. هي مش بتحتاج مجهود خالص مننا، او بتحتاج مجهود بسيط قوي قوي. شايفين بقى الكوشه التانية دي بتطلع بالمعلقه، يعني انا بعملها كده بالمعلقه، اللي على الرواسب اللي عليها بتطلع بالمعلقه. سبحان الله. جربوها، والله جربوها بصراحة، وصفة ملهاش حل. بس اهم حاجة ما تنسونيش بس في اللايك عشان الفيديو ينتشر يا جماعة وكل يشوفه، واتشجع ان انا اعمل وصفات تانية يعني. انا هجيب بقى بعد كده قماشة زي ما انتم شايفين كده، اي قماشة قديمة عندي هطبقها عشان انا هشتغل وهو سخن، وناخد بالنا ان الكوش دي بتبقى سخنة جدا.
الكوش دي بتبقى سخنة جدا جدا، فناخد بالنا نمسك بحاجة، يعني نمسك بأي حاجة وكده. انا بجيب الكوشة زي ما انتوا شايفين كده، بستخدم ايه؟ انا بستخدم صنفرة. الصنفرة دي بجيبها من عند الراجل بتاع الكهرباء او السباكة او الحاجات دي، واقول له صنفرة حديد. بقول له صنفرة حديد، لان في الصنفرة انواع، في صنفرة حديد وفي صنفرة اللي هم بيشتغلوا فيها الدهان دي بتبقى ناعمة، مش بتبقى زي الصنفرة دي. وبشتغل بالراحة جدا، ما بعملش مجهود يعني وبتعب نفسي ولا اي حاجة من دي. بعد لما بعمل انا بس بوريكم الفكرة، بوريكم انا بوصل لايه، انا بعمله بالراحة خالص. شايفين المنظر عامل ازاي؟ وانا طبعا هكمل عشان الفيديو ما يطولش مني، انا بكمل وبعدين هوريكم النتيجة في النهاية. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بكل سهولة بتنضف في ثواني. وبعد لما بخلص بقى، عشان انتوا عارفين ان معظم الكوش دي بيبقى عليها دهون، فانا بجيب السلكة الناعمة دي وبرجع اغسلها بالراحة خالص مع الصابون السائل اللي جنبها ده. بغسل الكوش وخلاص، والموضوع كده خلاص. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بس مجرد ما بمشي عليها الصنفرة، على فكرة حتى لو مفيش صنفرة ممكن يكون بسلك خشن عادي. انا بس بوريكم الفكرة، انا لسه ما كملتش. طبعا دي النتيجة بتاعت الكوش. طبعا الكوش كتير، ولو انا قعدت اعملها على الفيديو هتاخد مني وقت طويل جدا وهتطول الفيديو مني. كده الفيديو بتاعي خلص. اتمنى الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.